السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الجمال كده والحلاوة. عاملين لكم كده شوية عيش مصري بلدي زي العسل. العيش كان مخسر عندنا، رحت قلت اجرب اعمل سن ودقيق. ده سن ودقيق، معلش اتقطعت مني وانا بحط الدقيق. انا دلوقتي حطيت كيس خميرة، وحطيت حق دقيق، وحطيت معلقه ملح ومعلقه سكر والمكونات الجافه. رحت حركته في بعضهم، وبعد كده نزلت بالميه. خدوا معايا كوبايتين ونص ميه من الكوبايه اللي هي اللهم صل عليه يشفح فيكم، اللي هي الالمونيا ام ود بتاع الزمان. بس واديني بعجن كويس. معلش هي اتقطعت مني الحته الاولانيه، بس هي ملحوقه. اديني انا قلت لكم علي فيها ملح بس اللي حطيناه، معلقه ملح كبيره ونص معلقه سكر او معلقه سكر وكيس خميره. وكونت المكونات الجافه كلهم مع بعضهم، الدقيق البلدي والدقيق السن الاتنين مع بعض، وفضلت اعجن فيهم زي ما انتم شايفين. وكل ما اعجن كل ما اخد خير ويبقى زي العسل كده. اهواتي بقت من الكوبايتين ونص منه بقد كوبايه شاي اتبقت من الميه، كل واحد على حسب دقيقته. وها زي ما انتم شايفين والله كده بقت تحفه. واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. سكرك كل كلك اشكر، حلاوه النبي في كل كلك ما ينسيك. ادينا شهدنا كده على العجين ونغطيه ونسيبه يختمر كده جيه لحد لما يملى الحله زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك هنا للقناه، ما تحرمش منكم ولا تتحرموا منا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. ادينا كده هنسيبها كده. ادينا حطينا شويه ميه كده بزيت فوق الوش علشان ما تجفش. واديها بعد ما اختمرت زي العسل كبت من الخمر بسم الله ما شاء الله. المها كده زي ما انتم شايفين، لازم المها علشان ما تكبش مني وانا بحط ايديا وبقطع. اديكم انتوا زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحفه والله. ده كيس خميره واحد بس والله. حتى انا الدقيق من غير معيار، بس هي شكله كد حج. وادينا بلات ايديا بالزيت والميه زي ما انتم شايفين. حاطه زيت وميه كده، ميه ميه دافيه عاديه كده خالص فاتره. واديني بلات ايديا الاتنين من الزيت والميه علشان يبقى خالع من ايديا. واديني اقلب على وشه زي ما انتم شايفين كأن ما فيش حاجه فيه. اقطع معاكم واحد تاني كده واوريكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ها والله سهل وبسيط، والمبتدئ يعني يخلي القطعه متماسكه، اللي هي اللهم صل على النبي العجينه. طبعا عشان احنا متعودين عليها، فالقطعه دياتي حلوه جميله كده واتي. ولما تقطعيه وسط احلى. ادينا خلصت بسم الله ما شاء الله. خلصت الكميه مع بعضينا كده واتي. وتعالى كده واتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنفتح كده الفرن، وبعد دي لما خلصنا نسخن الفرن. احنا بنجرس حاجه المجارس كده بالخيله بننزل كده عليها. وبعد ما اختمر كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هو العيش المصري اللي هو البلدي بياخد نار قويه، فانا معلياه جو على الاخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ادينا هو على المجرس اللي احنا مجرسين عليه، فبنوسعه. وبعد كده هننزل عليه على المطرح زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وارحه، وكل ما يترح اكتر كل ما تاخد خير وبركه اكتر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني هو لازم بردك في المجارس لازم يختمر هو كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل ما الحاجه تاخد راحتها وترتاح وتختمر بتاخد حسن وجمال. والله العظيم ما تقولوش اللي هو دقيق فيه سن، والله ده فيه سن وجاي العسل سن ودقيق الاتنين مع بعض. قلت والله لا اجرب واشوف هيطلع طلع تحفه وجاي العسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما اديكم انتوا شايفين لازم يترحى كده واتي على طول، علشان ادينا انا مبطئ الفيديو علشان تاخدوا بالكم ليه. اديكم زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هبدا احط واسمي بسم الله. هجاي العسل بيرشق رشق كده. كل ما ترشق الرغيف اكتر كل ما يوسع معاكي في الفرن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اديكم زي ما انتم شايفين اوسعه كده اهواتي. افشه من الخمر كده حوالين داير علشان يتوسع معايا على المجرس قبل ما انزله على المطرحه. وافضل ارح كده فيه. وبعد كده انزل عليها على المطرحه دي مطرحه عاديه من بتاع الزمان امهاتنا بتاعت العش الضيق، فدي مولف عليها وحلوه وجميله وبعرف اخبز بيها بس. وافضل ارح كده خالص
انا عملت معاكم كذا واحده علشان اللي مش عارف يتعلم يتعلم، وكلنا نتعلم من بعضنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد ما وسعت كده اهواتي انا عاملاه القطع متوسطه علشان انا عندي المطرحه صغيره، فعاملاه متوسط، والمتوسط بيطلع جميل وحلو كده اهوت ويبقى طايب ويبقى طالع عالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اروح ارمي كده التاني عسل، والله ارشق الرغيف معاكي عادي. اروح اجيبه الناحيه التانيه ديت اللي فيها ايه، اللي فيها النار اعلى، واحطها الناحيه دي علشان انا يميني بحب ارمي من الناحيه ديت، عشان ايه؟ على حسب انا اتعودت برمي من الناحيه اللي هي، فبسحفه بس. وزي ما انتم شايفين هو بياخد نار عالية، اديكم زي ما انتم شايفين بيترشق رشق الرغيف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة هنا بلدي واقتصادي، والبلد يقال لنا مع دعاه هنا، مش في اي حته تاني. حط لايك وحط الاشتراك، ما تحرمش منكم ومن لايكاتكم ومن اشتراكاتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اديكم شايفين وانا بريح والله العظيم جاي العسل، بيبقى متعه حكايه الرح الغبيز دواتي الواحد بيحبه. وانزل عليه على المطرحه التانيه، على فكره دي مطرحتين، لما اعملهم على مطرحتين فبيوسع اكتر واكتر، فبيطلع معاكي خفيف وهاش وبيوسع معاكي. ونسمي بسم الله ونرمي تاني، ونحطهم زي ما انت اتعودتوا كده عليها. اللي النار العاليه راح ارجعه تاني بعد ما يشد في النار العاليه. هو بياخد نار عاليه يا جماعه. اديكم شايفين الجمال والحلاوه، والله العظيم تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. شايفين الحلاوه، شايفين الجمال، والله العظيم كاني مش حاطه له سن، ده انا حاطه له سن ودقيق بلدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه يا جماعه، ما حدش حط لي كده لايك واشتراك القناه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم وعلى امه محمد اجمعين بالخير، وربنا ينصر اخواننا المجاهدين في غزه، اللهم امين يا رب. واللهم بلغنا ليله القدر، واللهم تقبل مننا صيامنا وصلاتنا. زي ما انتم شايفين اديني بنحه وبحطه جميل. شايفين الحلاوه، شايفين الجمال، شايفين العشاء الوسط، والله جميل تحفه تحفه يا جماعه. فانا اللايك والاشتراك هنا مش اي حته تاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا البلد يوكل الصعيدي، هنا مش اي حته تاني. اديكم شايفين والله تحفه. عملت لكم وسط وعملت لكم كبير وعملت لكم كل الانواع، والله كل اللي طلع معايا كل المقياس طلع جميل. شايفين الحلاوه، شايفين الجمال. حط لايك وحط اشتراك، ما تحرمش منكم من لايكاتكم ومن اشتراكاتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحفه والله تحفه. اديكم زي ما انتم شايفين ادي الشكل النهائي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.